السلام عليكم، مرحبا بجميع متتبعي قناة كوكويت ديجا. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طارت كوكيز محشوه بالنوتيلا. هاد الطارت كتجي رائعه، كتجي لذيذه بزاف. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. كتجي هشه من برا وكذلك كتجي فيها واحد التعليكه من الداخل. نتمنى ان شاء الله تعجبكم ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو بيضة، 80 غرام ديال السكر سنيدة، 80 غرام ديال الشوكولات ديال الكوكيز دروبس، غنحتاجو 116 غرام ديال الزبدة، وغادي نحتاج 250 غرام ديال الدقيق مع خمارة، وغادي نحتاجو 150 غرام ديال الشوكولا الخاصة بالدهن. استعملت هنا انا نوتيلا، ممكن تستعملوا اي نوع. بالنسبه هنا الزبده اللي استعملت زبده حيوانيه. غنديروا معاها شويه ديال الملح، وغندير معاها السكر سنيده كما قلت لكم. فاني استعملت انا الاكسترا فاني، وغادي نحاولوا نخدموا هاد السكر مع الزبده حتى يولي بوماط. من الاحسن هاد الزبده تكون بحراره المطبخ باش ما تعذبكمش في الخدمه. غنضيف البيضه، صافي كنخدمو هكذا مزيان. وغادي نضيف الدقيق درت معاه هنا خماره، وغنغربل نجمع الخليط. دائما ملي كنديروا الدقيق كنجمعوا غير برؤوس الاصابع. غنضيف نصف الكميه ديال هاد الشوكولا ديال الدروبس، ونخليو النصف تنديروه من الفوق. هنا بعد جمعات غادي نقسمها على النصف، ندير 2 كويرات. هنا غبرت سطح العمل مزيان، وغادي نسرح هاد العجينه اللي عندي. هنا بعد ما سرحت العجينه مزيان كناخذ واحد السيركل اللي تيكون كبر من داك السيركل اللي غادي نفاصوني فيه هاد لاطارت، وكنقطع. بعد ما كنقطع العجين كنجيب ليمول كنبدا نفاصوني على هاد الشكل. هنا غادي ندير سرعه اللي تكون بطيئه شويه. كنسوب بودري سطح العمل بالدقيق، وكنحط ديك العجينه على هذيك المول، وكنضغط بالاصبع الابهام هكذا كندخلو في الجناب، وكنحاول نقطع الزياده ديال العجينه هكذا بالموس. وبالنسبه للعجينه اللي تبقات كنعاود نسرحها حتى هي على هذا الشكل، وكنقطعها وكنعاود نفاصوني بنفس الطريقه حتى نكمل العجينه كامله. من بعد ما كنكمل كنديرهم في واحد الطاوه اللي مغطيه بورق الطبخ، وكنبدا نحط هكذا الشوكولا. كندير تقريبا واحد 2 معالق صغار من الشوكولا عامرين، وكنبدا نسرحهم على هذا الشكل. بالنسبه لهاد الشوكولا نيوتيلا باش مزيانه كتبقى يعني شويه جاريه ما كتجمدش. حاولوا الا جبتوا شي شوكولا اخرى ديال الدهن حاولوا هكذا تذوبوها شويه عاد استعملوها. هنا خديت الطرف الثاني ديال العجين وكنغبر سطح العمل، نبدا نرقق هاد العجينه. حاولوا ترقوها مزيان، بما ان فيها الخميره فهي كتنفخ، يعني حسن نرقوها مزيان. بالنسبه لي انا ليمون اللي عندي
هادو 6 درتهم هكذا في هاد لي طارتوليت. غادي نستعمل هاد المول اللي كبر منهم. الا كانوا عندكم زعما بالزايد استعملوا حسن هذاك القياس اللي فاصونيتيو فيه العجينه. هنا ماشي مشكل، انا غادي ناخذهم وغادي نحط هكذا فوق هذيك المول وكندير له هذا الشكل هذا. كنبدا نلاقي العجينه مع بعضياتها وداك الفائض ديال العجين كنحاول نحيدو بالموس كما غتشوفوا معايا. بما ان كما قلت لكم العجين راه فيه الخميره، غادي يطلعوا وغادي يتساواو مع السطح مع المستوى ديال المول. بالنسبه اللي كان عنده شي مول اللي هو كبير ممكن تستعملوا هاد لي طارتوليت، ما ديروهمش صغار، ديروهم في مول كبير. سرحوا العجينه الاولى على هذاك المول ومن بعد طاليوه بالنيوتيلا وعاود غطيوه ثاني بالعجين بحال هذا الشكل وديروا عليه الشوكولا دروبس. بالنسبه هنا للحشوه كنت جربت واحد الوحده درت فيها الكراميل ودرت فيها الشوكولا هاد النوتيلا، خلطتهم بجوج عطاو واحد الذوق اللي هو رائع. يعني راه ممكن تستبدلوا هاد النوتيلا بنيسلي كراميل ولا بالكراميل بحال هذاك اللي صايبت معكم في العيد. هنا بعد ما كملتهم كنجيب الشوكولا اللي خلينا النصف ديالو هاد دروبس او ديال الكوكيز وكان نديرهم فوق هاد لي طارتوليت على هاد الشكل صافي. وكندخلهم يطيبوا الفران على درجة حرارة 160 ونخليهم حتى كيتحمروا مزيان من التحت. عاد كنهبطوهم يعني ياخذوا اللون من الفوق تقريبا واحد 5 حتى 10 ديال الدقائق، غير ياخذوا ديك التحميره صافي ونخرجوهم. هنا من بعد ما خرجتهم من الفران كنخليهم حتى كيبردوا مزيان، عاد كنديموليوهم وكنقدموهم على هذا الشكل. انا هنا قسمت معكم هاد الوحيده كما كتشوفوا ديك الحشوه ديال النوتيلا كتجي في الوسط، وكما شفتوا معايا العجين راه تيتنفخ لان فيه الخميره، كيجي السطح ديال الطاغط مستوي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوهم. الى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.